بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حبايبي طلبة الثالثة ثانوي، إن شاء الله امتحانكم قريب إن شاء الله. عايزين نديكم شوية ملاحظات على جزء الدي ان ايه وجزء الار ان ايه. احنا عارفين طبعا إن جزء الدي ان ايه والار ان ايه ده أهم جزء في المنهج وعليه جزء كبير جدا من الدرجات، فعايزين نراجع معاهم مع بعض كده. بس احنا طبعا مش هنشرح الشرح التقليدي بتاع أول السنة، هناخد زي نوتس كده أو اوت لاينز على أهم الجزئيات في الدي ان ايه والار ان ايه. خليكم معانا. اول حاجه لو انا حبيت اتكلم على الدي ان ايه، انا عندي فيه 4 انزيمات عايز اتكلم عنهم. لو قال لي في انزيم يستخدم في تكسير كل الروابط التساهميه والهيدروجينيه، الانزيم ده تخيلوا يكون انزيم ايه؟ بيكسر كل الروابط التساهميه والهيدروجينيه. ادام بيكسر كل الروابط الهيدروجينيه وكل الروابط التساهميه، هو انزيم الدي اوكسي رايبونيوكليز. طيب انزيم الدي اوكسي رايبونيوكليز ده هو يا مستر بيكسر الدي ان ايه، بيخليه عامل ازاي؟ بيخليه عباره عن نيوكليوتيدات منفصله، عشان السؤال ده جه قبل كده يا شباب. كل نيوكليوتيده لوحدها، ما بيكسرش جوه النيوكليوتيده نفسها. طيب دي اول حاجه. طب لو قال لي، يبقى احنا كده اتفقنا ان انا عندي انزيم بيكسر كل الروابط التساهميه والهيدروجينيه، ده كده انزيم الدي اوكسي رايبونيوكليز. طب لو قال لي انزيم بيكسر بعض الروابط التساهميه والهيدروجينيه، اصبح ده اجابه ثانيه خالص عشان فرقت الكلمه بس. ده انزيم القصر، لانه بيكسر بعض الروابط الهيدروجينيه وبعض الروابط التساهميه على ابعاد محدده من جزيء الدي ان ايه. طيب لو قال لي انزيم بيكون الروابط التساهميه والهيدروجينيه، بيكون الروابط التساهميه والهيدروجينيه في جزيء الدي ان ايه، ممكن تديله اجابه ايه؟ في طالب ممكن يقول لي انا اديله اجابه انزيم البلمره، صح؟ ممكن طالب يقول لي انا اديله اجابه انزيم الربط، صح؟ طيب لو قال لي انا عندي انزيم يستخدم في لصق الاطراف اللاصقه او في لصق جزء من جين معين في قلب الدي ان ايه، ساعه ما نشوف كلمه لصق يا شباب، كلمه لصق دي اختار على طول انزيم الربط. طيب انا عندي يا شباب بالنسبه للانزيمات عندي زي القص واللزق. القص ده اللي هو انزيم القصر، اللزق بتاعنا هو انزيم الربط. دي جزئيه مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها. طيب بعد كده انا بتكلم على الدي ان ايه في اوليات النواه يا شباب. الدي ان ايه في اوليات النواه، انا عندي الدي ان ايه في اوليات النواه عباره عن لولب مزدوج ملتف. اللولب المزدوج الملتف ده يعني اطرافه ماسكه في بعضها، غير الدي ان ايه البشري اللي هو عباره عن لولب او حلزون اطرافه سايبه بعضها. عندي 3 شرطه وعندي 5 شرطه، لكن ده الاطراف ملتحمه في بعضها. عندي الدي ان ايه الفيروسي اللي احنا كنا واخدينه في البكتيريوفاج برضو، فاكرينه؟ تمام. عندي الار ان ايه. دول الاربعه دي ان ايه اللي عندك في المنهج. طيب لما اجي اتكلم على الدي ان ايه في اوليات النواه، بيشبه الدي ان ايه اللي موجود في الميتوكوندريا. يعني عندي الخليه بتاعتي، عندي النواه، تمام، عندي الميتوكوندريا. الميتوكوندريا ديت يا شباب في قلبها دي ان ايه. الدي ان ايه اللي موجود في الميتوكوندريا بيشبه الدي ان ايه الموجود في اوليات النواه. وعندي البلاستيدات الخضراء، البلاستيدات الخضراء في قلبها دي ان ايه، والدي ان ايه ده اهو يشبه الدي ان ايه اللي موجود في اوليات النواه. طب ممكن يجي لي سؤال فيها ازاي؟ يقول لي في عضو اخر غير النواه يحتوي على الدي ان ايه؟ عندي ميتوكوندريا، عندي بلاستيده خضراء، والدي ان ايه بتاعهم يشبه اوليات النواه. طيب انا عندي بالنسبه لحقيات النواه، عندي نواه. حقيقيات النواه يعني فيها نواه، اوليات النواه يعني ما فيهاش نواه. طيب حقيقيات النواه ده اهي، في الماده الوراثيه بتاعتها موجود في قلبها الدي ان ايه، وعندي غشاء نووي. الغشاء النووي ده اهو قلنا 2 بحرف الميم، مزدوج ومثقب. مثقب ليه يا استاذ؟ هل بيخرج منه مواد فقط ولا بيدخل منه مواد فقط؟ حاول تركز معايا كده وتجاوب انت قبل ما انا اقول الاجابه. هل بيدخل منه مواد فقط ولا بيخرج منه مواد فقط ولا بيدخل ويخرج؟ بيدخل ويخرج. طب ايه اللي بيدخل وايه اللي بيخرج؟ اللي بيدخل يا شباب، اللي بيخرج طبعا سهله كلنا عارفينها، اللي هو الار ان ايه. طيب اللي بيدخل ايه؟ بيدخل عليه البيبتيد الى داخل النواه. طيب لو انا جيت اتكلم على جزئيه ثانيه، انا هجمع لك بس الجزئيات اللي ايه السريعه كده. طيب لو قال لي كميه الفوسفور المشع في تجربه هيرش وتشيس اللي كانوا عملوا التجربه بتاعه لقيمات البكتيريا، طيب كميه الفوسفور المشع قبل التجربه كام وبعد التجربه كام؟ هلاقي كميه التجربه كميه الفوسفور المشع كان 1%. ليه؟ لان انا كان عندي واحد بس هو اللي مشع من الفيروسات، وطلعنا 100 فيروس جديد، يبقى النسبه كام؟ 1%. طبعا اي حاجه يقولها لي جسم قطبي، او يقول لي مثلا حيوان منوي، او يقول لي حاجه نون بس هي في بدايه الانقسام، اعرف ان هي فيها ايه؟ 46 كروموسوم، لان ده اسمه تضاعف. احنا قلنا التضاعف قبل كده
بيحصل امتى؟ بيحصل في الطور البيني، الطور التمهيدي بيحصل قبل انقسام الخليه مباشره، لازم نقول مباشره. طب بيحصل فين؟ بيحصل في النواه. طيب بعد كده هو بيحصل ليه؟ عشان تحصل كل خليه على الماده الوراثيه بتاعتها كامله، يبقى هي نفس الماده الوراثيه بتاعت الام بالظبط. طيب ازاي بيحصل؟ بيحصل عن طريق 3 انزيمات. ال3 انزيمات دول قلنا الاولب ده المقص بتاعك بيكسر الروابط الهيدروجينيه وفعله زي فعل الحراره بتكسر الروابط الهيدروجينيه. عندي البلمره واسمه بلمره الدي ان ايه او الدي ان ايه بوليمريز، وده كده المكملات بيكمل القواعد. تمام، بيكملها على حسب ايه يا استاذ؟ على حسب قواعد التكامل، الاي مع التي والتي مع الاي والعكس صحيح يعني، والسي مع الجي والجي مع السي العكس صحيح، والثلاثه شرطه قصادها 5 شرطه والخمسه شرطه قصادها 3 شرطه. طب هو بيشتغل ازاي؟ في اتجاه كام؟ كل الانزيمات في المنهج بتشتغل من 5 ل 3 ما عدا انزيم واحد بس بيشتغل من 3 ل 5 اللي هو انزيم الكسر. طيب هو بيشتغل من 5 ل 3 يا مستر. طيب اتجاهه في الشريط الاصلي كام؟ 3 ل 5 عشان هو بيعكس بعد كده. طيب يجي لي فرانكلين والتجربه المعروفه بتاعتها ان هي جابت مصدر لاشعه اكس، وبعد كده حطت لوح من الرصاص، بعد كده حطت بلوره نقيه من الدي ان ايه، بعد كده حطت لوح فوتوغرافي، بعد كده شافت. يجي لك في الاختيارات شافت التركيب البنائي للدي ان ايه ولا شافت التركيب الجزيئي للدي ان ايه؟ هقول له ايه؟ هقول له شافت التركيب البنائي للدي ان ايه. طيب ممكن يشيل البلوره النقيه بتاعت الدي ان ايه دي واحط بدلها ايه؟ هحط بدلها بلازميد من خلال منهجك، ممكن يسالك السؤال ده. طيب ايه تاني اخلي بالي منه في الدي ان ايه سريعا كده؟ انا ايه مش عايز الفيديو يبقى كبير، عايز الفيديو صغير جدا عشان ايه؟ اوضح لك بس نقط معينه. لو جه يقول لي عدد الكودونات وعدد النيوكليوتيدات امتى ازود وامتى انقص؟ بص يا شباب، لو قال لي عدد الكودونات تمام اضرب النيوكليوتيده في 3، يبقى عدد الكودونات يبقى عندي 3 نيوكليوتيده، يبقى الكودون الواحد بيساوي 3 نيوكليوتيده. وحاول ما تحفظش القوانين، انت عندك ايه؟ 1 كودون بيساوي 3 نيوكليوتيده، 1 حمض اميني بيساوي 3 نيوكليوتيده. اللي هو يسالك فيه تبقى ده السين تضرب طرفين في وسطين يبقى اسهل كويس جدا. طيب ممكن يجي لي يقول لي ايه؟ بالنسبه للمناعه ويقول لي جهاز المناعه اللي موجود في السلالات البكتيريه. مين جهاز المناعه اللي موجوده في السلالات البكتيريه؟ هو فكر معايا انزيمات القصر. يبقى انزيمات القصر دي تعتبر جهاز مناعه موجود في السلالات البكتيريه. طيب لو تعال نخش كده على الار ان اي. الار ان اي وظيفته طبعا هو عباره عن شريط مفرد، الشريط المفرد ده موجود داخل النواه ثم يخرج الى السيتوبلازم عن طريق الثقب النووي. الار ان اي ده هو يستخدم في تخليق البروتين، اللي البروتين بقى بيستخدم فيه حاجتين 2 معروفين اللي هو وظائف الدي ان اي، يحمل المعلومات الوراثيه ومسؤول عن النشاط الحيوي. لو سألك سؤال قال لك عدد البروتينات الموجودة في جسم الإنسان أو عدد أنواع الأحماض الأمينية التي تدخل في تركيب البروتين، كم حمض أميني؟ عندي 20 حمض أميني. طيب ممكن يغير السؤال كلمة واحدة تغير الإجابة، ممكن يقول لي عدد أنواع الأحماض الأمينية التي توجد في أجسام الكائنات الحية كام؟ ما قالش التي تدخل في تركيب البروتين. هدور في الاختيارات على كلمة أكتر من 20، ما ينفعش اقول له تساوي 20. ليه بقى؟ الاحماض الامينيه اللي هي بتساوي 20 ديت تدخل في تركيب البروتين، واحنا واخدين في المناعه ان انا عندي احماض امينيه بقول عليها احماض امينيه غير بروتينيه زي السيفالوسبورين وزي السيفالوسبورين وزي القانافينين. تمام كده؟ طيب لو قال لي عدد الاحماض الامينيه التي تستخدم او التي تحتوي على مجموعه الالقايل عددهم كام؟ عددهم 19 فقط، لان انا عندي حمض اميني واحد اسمه الجلايسين، والجلايسين ما فيهوش مجموعه الار اللي هي الالقايل. طيب انا عندي الرابطه اللي موجوده ما بين الاحماض الامينيه رابطه نوعها ايه؟ اقول له ديت رابطه ببتيديه. تمام، والرابطه الببتيديه هي نوع من انواع الروابط التساهميه. طب افرض يا استاذ جاب لي الاثنين في الاختيارات، اختار ببتيديه ولا تساهميه؟ لا هختار ببتيديه لان هي الاخص، ولكن عارف ان هي نوع من انواع التساهميه. ليه بقى؟ لان السي او اتش ساهمت بالاو اتش والان اتش 2 ساهمت باتش، يبقى انا كده ايه؟ خدت جزيء ميه مفقود. طيب لو قال لي نوع التفاعل ايه اللي ما بين الاحماض الامينيه، اقول له ايه؟ انا عندي التفاعل ممكن اقول له 3 اسماء، ممكن اقول عليه تفاعل نازع للماء، ممكن اقول عليه تفاعل بلمره بالتكاثف، ممكن اقول عليه تفاعل نقل البيبتيداي. طيب الرابطه الهيدروجينيه موجوده كام مره في المنهج عندي؟ انا عندي الرابطه الهيدروجينيه موجوده 3 مرات في المنهج. وساعه ما نشوف رابطه هيدروجينيه هقول ان الرابطه الهيدروجينيه ديت بتعطي الشكل الفراغي للجزيء، دي وظيفتها معروفه، بتعطي الشكل الفراغي للجزيء. طيب الرابطه الهيدروجينيه دي موجوده كام مره في المنهج؟ 3 مرات. ايه هم؟ موجوده في الجسم المضاد، موجوده في الحمض الاميني، موجوده في التي ار ان اي، في الثلاثه نفس الوظيفه بالظبط. طيب لو قال لي الكروموسوم لا يحتوي على ايه؟ الكروموسوم استحاله يكون موجود فيه ايه؟ طيب الكروموسوم لا يحتوي على يوراسيل، والكروموسوم لا يحتوي
على سكر الريبوز. طيب اولات النواه لا تحتوي على ايه؟ اولات النواه زي ما احنا عارفين مفيش 5 حاجات، مفيش نواه، مفيش نويه، مفيش كروموسوم، مفيش نيوكليوسوم، مفيش 3 شرطه، مفيش 5 شرطه، مفيش او اتش حره، مفيش اي حاجه من الحاجات اللي هي مميزه للدي ان ايه. كل الحاجات ديت مش موجوده. طيب في عندي 3 اسئله شبه بعض. لو قال لي تتابع لا ينسخ ولا يترجم، السؤال اللي بعده تتابع ينسخ ولا يترجم، يبقى الاولاني لا ينسخ ولا يترجم، ولا بيتنسخ ولا بيترجم، مين ده؟ طب الثاني ينسخ ولا يترجم، طب الثاني ينسخ ويترجم. تعال نشوف ال3 اسئله دول. اول سؤال، التتابع الذي لا ينسخ ولا يترجم هو المحفز. طيب اللي هو ينسخ ولكنه لا يترجم هو كودونات الوقف. يا ريت تجيب ايه ورقه كده واكتب الحاجات دي، مهمه جدا. طيب اللي ينسخ ويترجم بقى ممكن اقول له والله كودون البدء، ممكن اقول له اي تتابع موجود يمثل شفره. طب ايه الفرق ما بين النسخ والتضاعف والاستنساخ؟ النسخ ده عباره عن ايه يا شباب؟ النسخ ده عباره عن دي ان ايه انا هاخد منه ار ان ايه. طيب التضاعف ده عباره عن ايه؟ دي ان ايه هاخد منه دي ان ايه. طيب الاستنساخ ده عباره عن ايه؟ ار ان ايه هاخد منه دي ان ايه. تمام كده يا شباب؟ طب انا عندي كام انواع، عدد انواع انزيمات البلمره في اوليات النواه؟ كام انزيم بلمره؟ 2 فقط، اوعى تنسى السؤال ده. طب عدد انواع انزيمات البلمره في حقيقه النواه؟ 4، 3 و1. طيب بعد كده يا شباب انا لما اجي اتكلم على المصانع اللي موجوده داخل الخليه، لو قال لي مصنع الطاقه في الخليه اقول له ميتوكوندريا. لو قال لي مصنع انتاج الريبوسوم في النويه، طب عندي مصنع انتاج البروتين اللي هو الريبوسوم، مصنع انتاج الليبيدات اللي هي الشبكه الاندوبلازميه الملساء. تمام. طيب بالنسبه للريبوسوم لو جينا نتكلم عنه هنتكلم عنه مرتين زي ما احنا متعودين، نتكلم عنه كيميائيا ونتكلم عنه وظيفيا. الريبوسوم كيميائيا عباره عن معادله كيميائيه 4 زائد 70 يدينا الريبوسوم. يبقى معادله كيميائيه قدامي كده 4 زائد 70 يديني ريبوسوم. 4 ايه و70 ايه؟ 4 ار ان ايه معاهم 70 عديد بيبتيد يديني ريبوسوم. طيب بالنسبه لوظيفيا، الريبوسوم وظيفيا ده عباره عن ايه؟ حاجتين، تحت وحده ريبوسوم كبرى، تحت وحده ريبوسوم كبرى. طيب تحت وحده كبرى ديت فيها موقعين، احنا قلنا ان هي اصلا فيها 3 مواقع، الاي والبي والاي، بس في منهجي انا عندي 3 مواقع، عندي موقعين اللي هو موقع البي اللي هو موقع البيبسيدايل، موقع الاي اللي هو موقع الامينو اسايد. طيب عدد نسخ جينات الار ان اي 600 نسخه، لكن عدد نسخ جينات التي ار ان اي من 7 الى 8 جينات. طيب عندي كام نيوكليوتيده في الشفره الوراثيه؟ عندي 3 نيوكليوتيدات في الشفره الوراثيه. طيب عندي كام نيوكليوتيده متقطعه في انزيمات القصر؟ عندي من كام؟ من 4 الى 7 نيوكليوتيدات. يبقى الارقام دي مهمه. الار ان اي 600 نسخه، التي ار ان اي من 7 ل 8 جينات، النيوكليوتيدات بتاع الشفره 3 نيوكليوتيده، النيوكليوتيدات اللي هتتقطع من 4 الى 7 نيوكليوتيدات. طيب لما اجي اتكلم يا شباب على عدد الشفرات الوراثيه، عندي كام شفره وراثيه؟ عندي 64 شفره، وعرفنا ليه الشفره ثلاثيه 4 اس 1 و64 والكلام ده مش مهم دلوقتي. طيب لو قال لي عدد الشفرات التي تمثل احماض امينيه كام؟ اقول له عندي 61 شفره، لان في 3 بتوع كودونات الوقف لا تمثل احماض امينيه. طيب الارتباط ما بين التي ار ان اي والام ار ان اي يعتبر ارتباط دائم ولا ارتباط مؤقت يا شباب؟ لا، يعتبر ارتباط مؤقت، لانه بعد شويه بينفصل عند انتهاء تخليق البروتين. طيب مين اللي بيرتبط بكودون الوقف؟ كودون الوقف لا يرتبط بحمض اميني، امال مين اللي بيرتبط بيه؟ بيرتبط بيه حاجه اسمها عامل الاطلاق. طيب يجي لك صح وغلط. هل ممكن ار ان اي واحد ار ان اي يرتبط باكثر من ريبوسوم؟ طبعا. الام ار ان اي ممكن يرتبط باكثر من ريبوسوم ويسمى ساعتها عديد الريبوسوم، ممكن يوصلوا الى 100 ريبوسوم، وساعتها بنسميه بولي او عديد الريبوسوم. ممكن يجيب لك في الامتحان بولي ريبوسوم. طيب لو قال لي العلاقه ما بين شده التكامل وشده الالتصاق بتاع الشرائط، الشغل بتاع تهجين الدي ان ايه، كل ما زادت شده التلاصق كل ما زادت شده التكامل، يبقى العلاقه بينهم علاقه طرديه. طب لو قال لي العلاقه ما بين درجه الحراره وشده الالتصاق، العلاقه بينهم برضو تعتبر علاقه طرديه. طيب بصوا يا شباب، انزيمات القطع لو قال لك هي الانزيمات دي جايه منين؟ الانزيمات ديت كانت طبيعيه واحنا صنعناها بعد كده، يبقى هي انزيمات اصلا طبيعيه جايه من البكتيريا، يبقى مصدرها عباره عن كائنات دقيقه زي البكتيريا هي اللي طلعنا منها الانزيمات دي. طيب كم نوع من انواع انزيمات القطع موجود؟ عندي اكتر من 250 نوع. طيب مين اللي بيتفرز الاول؟ انزيمات القطع الاول ولا الانزيمات المعدله الاول؟ اللي بيتفرز الاول يا شباب هو الانزيمات المعدله. طب ايه اللي يحصل لو حصل العكس؟
يعني انزيمات القصر هي تاكل الدي ان ايه ايا كان مصدره، فتاثر على الدي ان ايه الاصلي بتاع الخلايا البكتيريه نفسها، فبتفرز انزيمات معدله، والانزيمات المعدله دي بيبقى فيها سي اتش 3 اللي هو الميثايل، الميثايل ده بيحميه من انزيمات القصر. طيب انا عندي جهاز اسمه جهاز البي سي ار، بيستخدم في ايه؟ جهاز البي سي ار ده بيعمل استنساخ للدي ان ايه الاف المرات باستخدام حاجتين اتنين، باستخدام حراره عاليه وباستخدام انزيم التاك بوليمريز. طيب انا عندي الباحثين قاموا بادخال كام جين بشري داخل الخليه؟ سؤال ايه في جمله كده في اخر حاجه في الدي ان ايه معادل الاتحاد، قام بادخال عباره عن 15 جين بشري الى داخل الخليه البكتيريه. طيب لو قال لك الهندسه الوراثيه ممكن تخلينا نستغنى عن ايه في المستقبل؟ ممكن نستغنى عن الطب، الدكاتره، ممكن استغنى عن الاسمده العضويه. ليه بقى؟ ما انا عندي شخص سليم وشخص مريض، ممكن اقص الجين بتاع الشخص المريض احطه للشخص السليم، خلاص ما احتجتش ادويه، ما احتجتش دكتور. طيب الاسمده العضويه موجوده في الجينات البكتيريه، العقد البكتيريه، ممكن اقص جين العقد البكتيريه من البقوليات واحطه في باقي النباتات. طيب مش هطول عليك، خلاص قربت اخلص. انا عندي شويه ارقام مهمه في الطرز الكروموسومي. احنا عارفين الطرز الكروموسومي عباره عن ترتيب الكروموسومات تنازليا حسب الحجم ثم ترقيمها. عن 23 كروموسوم في الخليه، تمام؟ طيب 23 زوج من الكروموسومات يعني 46 كروموسوم. طيب من 1 ل 22 دول ايه؟ بقول عليهم كروموسومات جسديه. طب الكروموسوم رقم 23 ده بسميه كروموسوم جنسي. طيب الكروموسوم الجنسي ده ترتيبه فين؟ هو موجود في الاخر. طب ترتيبه من حيث الحجم فين؟ المفروض ما بين السابع والثامن، او يلي السابع او يسبق الثامن، ممكن اقول اي حاجه من الثلاثه دول. طيب الكروموسوم رقم 23 ده له نوعين اتنين، ممكن يكون اكس اكس ده الكلام ده في الانثى، ممكن يكون اكس واي الكلام ده فين؟ في الذكر. طيب الجين فصائل الدم موجود في الكروموسوم رقم كام؟ رقم 9. وانا عندي الاي جي ام ده اهو اللي هو بتاع المناعه، افتكر بقى اربط الفصول ببعض. اي جي ام بتاع المناعه ده بيعمل ايه؟ ده موجود في فصائل الدم برضه. طيب لو انا اتكلمت على البصمه بتاعت كل انسان موجوده في الجين رقم او الكروموسوم رقم كام؟ موجوده في الكروموسوم رقم 8. طيب هل البصمه بتاعت توأم المتماثل واحده؟ السؤال ده ممكن يجي لك يربط لك التقاسم. هل البصمه لو انا عندي توأم متطابق الاثنين شبه بعض بالظبط لهم نفس البصمه؟ لا، البصمه تختلف برضه. طيب امال يجي الكروموسوم رقم 11 بيحمل ايه يا شباب؟ الكروموسوم رقم 11 بيحمل الهيموجلوبين والانسولين. طيب الكروموسوم اكس لو قال لك الكروموسوم اكس يحمل ايه؟ اقول لك الكروموسوم اكس يحمل مرضين اثنين، اكس ده اللي هو الطويل بيحمل عمى الالوان وبيحمل الهيموفيليا. طيب امتى احسب كودون الوقف وامتى ما احسبش كودون الوقف؟ سؤال اخير بقى، كودون الوقف بحسبه امتى يا شباب في المسائل؟ لو قال لي انا عايز عدد الكودونات بحسب كودون الوقف، لو قال لي عايز عدد النيوكليوتيدات بحسب برضه معاه النيوكليوتيدات اللي مرتبطه بيه. تمام كده؟ طيب امتى ما احسبش كودون الوقف؟ لو قال لي عايز عدد التي ار ان ايه لانه ما يرتبطش بيه تي ار ان ايه، او لو قال لي عايز عدد الاحماض الامينيه، يبقى في الحالتين دول ما بحسبش كودون الوقف. تمام كده يا شباب؟ اتمنى لكم التوفيق وان شاء الله ربنا يوفقكم في الامتحان. اهم حاجه تركز في الامتحان، تقرا الورقه كويس، ما تسبقش، ما تقراش الورقه كلها، اقرا السؤال الاولاني بس. طب السؤال الاولاني كويس خلاص خش على اللي بعده، سؤال وقف معاك سيبه للاخر وربنا يوفقكم ان شاء الله. اتك على الفهم اكتر من الحفظ، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله.